السلام عليكم متابعين مصر زمان. إسماعيل سيد أحمد شبيه الملك فاروق في فترة الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي. كان إسماعيل سيد أحمد هو فتوة منطقة محرم بيك، واشتهر بوسامته وعلو مكانة أسرته بين الأهالي. كان إسماعيل يشبه الملك فاروق، واستغل الأمر في شراء طربوش ونضارة شبيهة براس الدولة. تمتع إسماعيل بحس وطني عالي، حتى إنه كان يتوجه إلى الأراضي الفلسطينية هاربا في سيارة والده التابعة لسلاح المقاومة، حتى يقاتل العصابات الصهيونية في ذلك الوقت. ومع وقوع حادث اغتيال وزير المالية أمين عثمان، كان لإسماعيل دور بارز من خلال إيوائه للضابط محمد أنور السادات داخل فيلته بمحرم بيك. الطريف هو إن إسماعيل كان يقضي عقوبة الحبس عن إحدى القضايا أثناء تولي السادات الحكم، ومع معرفته بما حصل للفتوة أمر السلطات بالإفراج عنه ونقله بطيارة خاصة.